الايزنج ببساطه هو ان الحركه تبقى سموث في بدايتها او في نهايتها. الكوره بتتحرك من الشمال لليمين بالطريقه دي. الطريقه العاديه هي اللينير، ان بدايه الحركه زي وسطها زي نهايتها. علشان اغير نوعه بدوس رايت كليك على الكي فريم وبختار كي فريم اسيستنت، وبتظهر لي انواع الكي فريم مختلفه من هنا. اول نوع عندنا هو الايزي ايز العادي. لو بصينا على الجراف هنلاقي ان السرعه بتبقى قليله خالص وبتفضل تزيد لغايه لما بنوصل للنص وبعد كده بتقل. تاني نوع عندنا هو الايزي ايز ان، وفكرته ان بدايه السرعه بتبقى عاليه جدا وبتفضل تقل لغايه لما نوصل للاخر. تالت نوع عندنا هو الايزي ايز اوت، ولو بصينا على الجراف هنلاقي ان السرعه بتبدا قليله خالص وبتفضل تزيد لغايه لما بنوصل للاخر. في السين ده عندي مرجحه وعندي بن عايز اخليها بتنزل على المرجحه. هختار اللاير بتاع البن واخليه فوق هنا، وهفتح البوزيشن وهعمل اول كي فريم، وهاجي هنا وهخلي البن تنزل تحت. هاجي اتفرج هلاقي ان الحركه مش واقعيه. يا ترى هنستخدم انهي نوع كي فريم علشان الحركه تكون واقعيه اكتر؟ الايزي ايز ان. هنعمل كده ولما نيجي نتفرج عليها هنلاقيها منطقيه اكتر. نفتح الروتيشن ونقف عند اول اللاير ونعمل كي فريم، وهنيجي في نص الحركه بتاعت البوزيشن وهنخليها تلف لورا شويه، وعند اخر الحركه هترجع تاني. هناخد كوبي بيست، والكي فريم اللي في النص هنا هنخليه ايزي ايز.